السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. جبت لكم اليوم مقطع جدا مؤثر وراح تنصدمون من خلاله. طبعا هسه تقولوا لي ما سبب تحريم كلاش، أو منو عندك دليل لعبة كلاش اوف كلانس محرمة؟ أولا شوفوا هذا الفيديو قدامكم. يقول: هل لعبة الكلاش فيها إشكال؟ لعبة الكلاش عبارة عن لعبة تلعب في الموبايل. هذه سماحة السيد لا يرخص بها لعبا وبيعا. تارة واحد يلعب بها لعب، تارة يلعب ويبيعها. هذه اللعبة سماحة السيد لا يرخص في الاثنين، لعبا وبيعا كذلك. بس انت تقول لي شنو الاسباب؟ يعني اللعبه ليش حرام؟ يعني هي مجرد لعبه. يعني اللعبه لكم 5 اسباب. انا يعني دورت لمن ما جبت، يعني هو الخبر ناشر قبل تقريبا اقل من 24 ساعه، لكن تاخرت لمن ما نزلت. اليوم انصدمت بالبدايه، بعدين دورت اجوبه، يعني ما ادري ايش اقول. يعني اللعبه 5 اسباب. اول سبب انه اللعبه ماسونيه. اللي ما يعرف شنو ماسونيه يكتب باليوتيوب شنو معنى ماسونيه. هاي اولا. ثانيا اللعبة صاير بالشات العام شتم بين شيعة وسنة، يعني صار طائفية بين قوسين، والأجانب يتونسون على هالشي. يعني ليش الشات؟ يعني ليش ما خلوا كلمة شيعي وسني علامة هاي النجوم الصغار؟ مثلا تكتب فشارة، من تكتب انت فشارة مو يطلع لك هاي النجوم؟ ليش ما خلوهم نكتب شيعي وسني؟ فهذا دليل، أول دليل. او ثاني دليل. ثالث دليل، هسه انت من تلعب كلاش راح تلهيك وراح تدمرك اللعبه. يعني الصراحه يعني تسوي مشاكل بينك بين اهلك مثلا، يعني ما ادري مشاكل تسوي اللعبه طبعا بين اكثر من مره. يعني لو تلاحظين كل يوم جمعه ويا صلاه الجمعه ينزل تحديث لعبه كلاش اوف كلانس والموارد تزيد. يعني شنو؟ يعني الناس تترك اللعبه، تروح تترك الصلاه، تروح تهجم وما شابه ذلك. يعني فهاي الأدلة مو من عندي، هاي الأدلة يعني شفتها وصحيح. والسبب الرابع، هذا السبب جدا يعني صحيح. يعني هذا السبب هو انه اكو ناس يتعبون على شيء لعبة يطورون. يعني شلون اوصل الفكرة؟ انما يتعبون يضيعون وقت وما ادري شنو، وبعدين يجي شخص يسرق قريتك. هذا الشيء اسمه اصلا حرام. يعني من هالاشياء. اكو ناس يعني تشتري جواهر بفلوسه ويجي شخص يسرقه، يعني هاي سرقة. ونروح للسبب التالي انه انت اكو ناس اشوفهم على اليوتيوب يشترون موارد عن طريق جواهر وهاي الاشياء عن طريق فلوسهم. يعني فيجي شخص يسرق فلوسك، او انت تروح تسرق فلوس يعني شخص بيشتريها عن طريق جواهره. يعني طبعا الفلوس تروح للشركه. يعني وانا جبت لكم هسه هاي اسباب قليله، لكن اسباب جدا كثيره. يعني ما ادري ايش اقول انا. ومن ضمن الاسباب اللي بعد ما ضفتها انه تصير عركات بالكلان، يعني انجم انت ما اهجم ما ادري شنو، يزعلون وهاي الاشياء. دائما تصير هاي الاشياء. يعني انا جدا ما ادري ايش اقول. يعني قناه كلاش اوف كلانس ما ادري ايش اقول. المهم فلا تخافون، ان شاء الله راح انزل العاب ثانيه. ما ادري حاليا ما راح انزل كلاش. يعني هسه يجي لي واحد ما يتبعه ويقول لي ما اتبع انا مرجع وهاي الشيء، يجي لي واحد سعودي ما ادري شنو يظل يشتم. حبيبي هاي الاسباب تقع تشوف، هاي الاسباب اللي قلتها قبل هي الاسلام حرمها. يعني فمن ضمنهم يعني لعبه ماسونيه. ايش تتوقع انت؟ مو تكره الماسونيه؟ ايش تلعب لعبه ماسونيه؟ وانا يعني انا مو متوقع، انا هم العبها. يعني اسمع مثلكم انا منصدم، يعني قاعد اسوي المقطع وانا منصدم ما ادري ايش اقول. يعني هسه على الاقل عندي امتحانات بعد كم يوم. يعني ما ادري ما ادري الله يعني الله اعلم ما ادري ايش اسوي. يعني انا هسه كلش مصدوم. انتم اريد اشوف اراءكم يعني بالتعليقات. انطيني اسباب اللي تخليك اللعبه مو حرام، واسباب يعني اذا انت تقول لعبه مو حرام انطيني اسباب، واذا لعبه حرام انطيني هم اسباب زياده. يعني انا مصدوم ما ادري ايش اقول. والى اللقاء، اراكم قريبا في حلقات قادمه. طبعا لا تخافوا، راح انزل العاب ثانيه قويه وراح تعجبكم وتعرفوني انا بالمونتاج شلوني. فالى اللقاء، سي يو ليتر، في امان الله.
الله.